سورة الأقدار التسعة. في العام 1910 توفي إدوارد السابع ملك بريطانيا. كان عزاء الملك مكتظا بملوك أوروبا. كانت عادة النسب والمصاهرة بين ملوك أوروبا قد جعلت منهم عائلة كبيرة. خلال مراسم العزاء الملكي العائلي جمعت هذه الصورة التي تم التقاطها في قلعة ويندسور يوم 20 من مايو من نفس العام 9 ملوك. ربما لم يجتمع هذا العدد من الملوك في صورة واحدة قبلها. خلال السنوات التالية كان لكل منهم قدره. بدأت الأقدار لعبتها بعد التقاط الصورة ب5 أشهر مع مانويل الثاني ملك البرتغال، الذي وصل للعرش بالمصادفة بعد اغتيال والده وشقيقه الأكبر في عرض عسكري عام 1908. أطاحت به ثورة أكتوبر في البرتغال، وعاد لبريطانيا مرة أخرى، لكن هذه المرة كلاجئ لا كزائر، وأصبح آخر ملوك البرتغال. جورج الأول ملك اليونان أقدم الملوك في هذه الصورة، فقد حكم بلاده منذ العام 1863، وجاءت نهايته بعد التقاط الصورة ب3 سنوات. كان ذلك في سالونيك في 18 من مارس عام 1913 برصاصة أطلقت عليه من الخلف من مسافة قصيرة بيد أحد معارضيه. في العام 1914 تبدأ الحرب العالمية الأولى. فيلهيلم الثاني قيصر ألمانيا يحقق الانتصارات في البداية ويخسر الحرب في النهاية. القيصر المهزوم يفقد عرشه عام 1918 ويصبح آخر ملوك ألمانيا. لنفس السبب وفي نفس العام فرديناند الأول ملك بلغاريا حليف ألمانيا في الحرب يفقد عرشه، تنازل عن العرش لابنه ورحل لمنفاه حتى وفاته عام 1948. ألبرت الأول ملك بلجيكا وصل لحكم بلاده قبل تاريخ التقاط الصورة بعدة أشهر. قاد جيش بلاده خلال الحرب العالمية الأولى ضد ألمانيا، تلقى هزائما قوية وفقد معظم مملكته، لكن هزيمة ألمانيا في نهاية الحرب أعادته لعرشه كبطل. كان شغوفا بتسلق الجبال، وكانت نهايته في حادث وهو يمارس رياضته المفضلة عام 1934. لم تكن أقدار الجميع تعيسة، فهوكون السابع ملك النرويج حكم بلاده حوالي 51 عاما وحظي بشعبية كبيرة. قاوم الغزو النازي لبلاده خلال أحداث الحرب العالمية الثانية، واحتفظ بعرشه حتى وفاته عام 1957. بعد عامين فقط من تاريخ التقاط الصورة كان فريدريك الثامن ملك الدنمارك في زيارة لهامبورج. كان الملك الذي عانى في أيامه الأخيرة من أمراض القلب يحب التجول بين الناس متخفيا. أثناء تجواله فاجأته نوبة قلبية. مات الملك على كرسي في حديقة وحيدا، حيث عثر عليه أحد ضباط الشرطة ونقله إلى المستشفى التي توفي فيها قبل التعرف على شخصيته الحقيقية. ألفونسو
13 ملك إسبانيا، الرجل الذي أصبح ملكا قبل أن يولد. مات والده شابا عندما كانت أمه في شهور الحمل. ولد ملكا. لم يكن حكمه مستقرا. غادر إسبانيا طواعية بعد الانتخابات التي دعمت قيام الجمهورية عام 1931. قضى بقية عمره متنقلا بين العواصم الأوروبية، وتوفي في روما عام 1941، بينما دخلت بلاده من بعده أعنف حرب أهلية عرفتها أوروبا في القرن العشرين. عادت رفاته إلى بلاده بعد عودة الملكية لإسبانيا. جورج الخامس ملك بريطانيا العظمى وأيرلندا وإمبراطور الهند، كان أحدث الملوك في الصورة، فقد وصل للعرش للتو بعد وفاة والده. حظي بالاحترام والشعبية. شهد عصره تصاعد حركة الاستقلال في الهند وثورتين كبيرتين في مصر وأيرلندا عام 1919. عانى من مشاكل صحية مرتبطة بالتدخين مثل والده، وتوفي عام 1936. جمعتهم القرابة العائلية وفرقتهم المصالح السياسية. كانت أقدارهم مؤثرة في مجريات أحداث القرن العشرين في بلدانهم وفي أوروبا وفي تاريخ العالم كله.